والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم كنا بصدد حفل اختتام الأنشطة التربوية التي قدمتها جمعية نخلة للتضامن خلال الموسم الدراسي 2022-2023. كان حفل متميز، الحضور كان حضور رائع جدا. كان تشرفنا بحضور مجموعة من الفعاليات، رئيس المجلس البلدي، رؤساء جمعيات، المشرف على المتحف الإيكولوجي أبخوسيب، تلاميذ، أولياء أمورهم. هذا الحفل كما قلنا استعرضنا فيه البرنامج التربوي اللي قدمته الجمعية خلال الموسم الدراسي الفارط، وكذلك قدمنا البرنامج التوقعي التصوري المستقبلي للجمعية اللي غادي يكون إضافة جيدة جدا. الهدف منه هو تجويد وتحسين المحتوى التربوي الذي تشرف عليه الجمعية. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجمعية، وكذلك نتمنى مسيرة دراسية موفقة لجميع التلاميذ، ونشكركم جزيل الشكر. خالد فرحان، من أبناء النخلة، مقيم بالخارج، عضو في مجموعة الواتساب جمعية تضامن نخلة التضامن، وممثل العائلات اللي مساهمة في هذا المشروع هذا اللي مقيمة في الخارج. في الأول كنشكروا جميع الحضور اللي حضروا معنا اليوم، لا من رئيس المجلس البلدي ولا الإخوان المنتخبون ولا الممثلين الجمعيات وكذلك الأطر التربوية، أبناء الجالية حضروا معنا، الأمهات، الأطفال. يعني كان واحد الحفل متميز، والحمد لله. يعني الهدف كان هو نفرحوا دوك الدراري. نتمنوا أننا فرحناهم، لأن قاموا حتى هما بواحد المجهود كبير، ويعني كنشوفوا نلاحظوا أن كل سنة المستوى كيزيد، والفضل كذلك يعود للأستاذ حشاب. يعني حتى هو واحد الأستاذ، واحد الإطار في الحقيقة اللي قلنا في الحق ديالو ما غاديش نوافيو له. كذلك نشكروا شكر كبير أبناء الجالية اللي في الصراحة يعني من هذه عامين ولا عامين ونص من اللي بدا وباء كورونا بينوا التضامن ديالهم، التعاطف ديالهم مع الحي والحب ديالهم للوطن. ما كيبخلوش فين ما كتكون شي حاجة لصالح الحي ولا صالح المدينة، ما كيكونوا سباقين.